السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ضلوع لحمه محشيه بالورق العنب. تعالوا يلا نعرف هي اتعملت ازاي وطلعت بالجمال ده. دي بقى تنفع معانا في عزومات رمضان، على السفرة كده تبقى منظرها شيك وجميلة، والطعم مقولكوش عليه، طعم روعة بجد. يلا بينا نبدأ. اول مرة تشوفوني انا اسمي ريهام، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير. يلا بينا نبدأ نشوف تبلناها ازاي والتتبيلة كانت طعمها روعة فيها ازاي. تعالوا نشوف. معانا الضلوع، هفتحها فتحة من هنا وفتحة تانية من هنا. اول حاجة نزلت بمعلقتين سمنة، معلقة ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة صغيرة من توابل اللحمة، معلقة صغيرة من بهارات مشكلة، معلقتين دبس رمان. وحطيت عليها معلقة زيت. نخلطهم ببعض كويس ونبدأ نتبل اللحمة من جوه ومن بره كده زي ما انتوا شايفين كده. تبلناها، هنسيبها في التلاجة شوية لحد ما نعمل ورق العنب. تعالوا نشوف بقى ورق العنب. في طريقة ليه سهلة وسريعة ازاي لفيناه بسرعة وما خدش مني اي وقت. تعالوا نشوف كده عملناه ازاي مع بعض. اول حاجة هنعمل نص كيلو ورق عنب، هنجيب عليه 3 كوبايات رز، 4 طماطمات مضروبين في الخلاط، معلقتين صلصة، ربع كوب نعناع، ربطة شبت، ربطة بقدونس، بصلتين. اول حاجة هننزل بالسمنة، معلقتين سمنة وعليهم معلقتين زيت. هننزل بالبصل عليها ونحمرها كده لحد ما تدبل معانا. هننزل بالعصير الطماطم وعليهم معلقتين صلصة، وننزل بالتوابل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة ملح. ونقلبها كويس وننزل عليها بمعلقة سكر. كده اتسبكت معانا خلاص. هنحط الصلصة في طبق وهننزل عليها بالرز وهنزل بالخضار وهنزل بالنعناع ونفس التوابل اللي حطيناها في الصلصة اللي هي كمون وفلفل وملح و7 بهارات وكزبرة ناشفة وبابريكا. وهننزل عليها بمعلقتين دبس رمان. وهنزود معلقة زيت كده عشان تدي للرز لمعة. كده خلاص جاهزة معانا. هنبدأ نحشي ورق العنب. ورق العنب مغسلاه كويس وحطيته في مية مغلية لمدة 4 دقايق. يلا نبدأ نشوف الطريقة ازاي نلف بيها ورق العنب بسرعة وما ناخدش فيه وقت. حاجة هنجيب معلقة شاي صغيرة كده، دي اللي هنحط فيها مقدار الرز عشان يبقى ورق العنب كله متساوي وحجم واحد. هنجيب ورق العنب نحطه، هنجيب عليه معلقة رز، هنقفله من الجنب ده الأول والجنب التاني نسويهم كده جنب بعض. هنجيب خلة نحطها كده على ورق العنب ونبدأ نلف ورق العنب على الخلة كده
ايوه زي ما انتوا شايفين كده. ده الطريقة دي بتخليه متماسك وحجم واحد، وكمان طريقته سريعة جدا ومبياخدش مني وقت. دلوقتي انا هجيب 2 ورق عنب، هعملهم بنفس الطريقة مع بعض وبخلة واحدة، او زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تجيبوا 3 ورقات من العنب وتعملوهم بنفس الطريقة. ايوه شايفين. هنا خلصت اهو كمية ورق العنب. هنجيب اللحمة ونبدأ نحشي الضلوع بالورق العنب. ايوه انا بحشيه من هنا ومن هنا. وهنقفل الفتحات اللي في اللحمة دي بخلة، او ممكن تقفلوها بخيط. هنجيب ورق قصدير وفوقه ورق زبدة مدهون بزيت. هنحط هنا عليها اي خضار، يعني ده اختياري مش اجباري، ممكن تحطيه وممكن ما تحطيهوش، بس قبل ما تحطيه بنتبله بملح وفلفل وبابريكا. اي خضار عندك حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص. هنحطه كده عليه ونحطها في الفرن لمده ساعه ونص لساعتين. اهي بعد الساعتين ما عدوا، بعد ما طلعت من الفرن، شايفين جمالها وطعمها. طعمها بجد تحفه قوي. تتبيلتها وتتبيله الورق العنب، تتبيله اللحمه كان طعمها رهيب، والورق العنب كمان كان واخد من طعم اللحمه، يعني الاتنين بجد يعني بصراحه تحفه. ده ينفعك في عزومه رمضان، تشرفك جدا. شايفين الرز مفلفل ازاي، واللحمه دايبه ازاي، وطعمها رائع بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد.